ايه يا جماعة، في ايه؟ هو انتوا فاكرين البيزنس كده صباح الخير انا هشتغل هكسب فلوس، الدنيا هترمي فلوس؟ مفيش الكلام ده. احنا مش بنعمل مسلسل ولا فيلم، لا القصة بسيطة جدا. اول شيء، احنا النهاردة هنتكلم اول خطوات العملي. ما تقوليش انا كل الكلام اللي انت قلته ده يا باشا مستحيل. لا، ينفع يا باشا، ينفع، بس انت بس ايه، فتح مخك معايا. انت حطيت فلوسك على الترابيزه، انا معايا يا باشا 5 6000، افتح بيت ازاي بيهم؟ هينفع؟ 5000 يا باشا؟ انت بتهتش وكذاب، لا انا مش حقيقي. بص يا باشا، انا كنت حاليا بقرا كتاب اسمه الوليد. الكتاب ده بقاله معايا بقاله 14 سنه. اما قريته قلت الراجل ده معاه فلوس وعلى الفاضي، وبيتكلم وبيهتش، عنده فراغ انه يعمل كتاب. بعد ما قريته اكتشفت ان انا وجهة نظري خطأ 100%. ده ليه اقول لك، اديني بس كده يعني ايه تركيزك شويه. الراجل ده من ايه، اسره ملكيه، معروفه ان ال سعود ايه، ناس معاها فلوس. لكن الراجل ده مختلف. لو قلت لك قول لي شخص واحد غير الحاكم او الملك وولي عهده، جيب لي اي حد من الاسره الملكه، انت مش هتعرف. صح؟ لكن الشخص ده فيه ميزه حلوه جدا. الراجل ده بصراحه خلاني افكر من 14 سنه ازاي افتح بيزنس من ولا شيء. هتقولي يعني ما تخلص يا عم، غير كتير قوي. ها يا باشا، واحده واحده عليا، ما تستعجلش يعني. بص، الراجل ده انا مش هقول لك قصه حياته دلوقتي، لا انا هقول لك الحاجه اللي انا ايه فرقت معايا. قال لك يا باشا انت تقدر تستغل راس المال بتاعك ده لو كبير شويه. مش هقول لك كبير قوي، بس كبير شويه. انا هقول لك في رينج 200,000 300,000 انت تقدر تستثمر بالمبلغ ده وتعمل بيزنس حلو جدا. انت معاك ايه؟ 200 300,000. احنا قلنا ايه، راس مال كبير شويه، مش 5 6000 و10000. ليه ما تشتريش قطعه ارض او تدفعها مقدم في عقار؟ هتقولي يا باشا انت عايز تقنعني الراجل ده عمل كده؟ عايز اقول لك الراجل ده عمل كده. الراجل ده في السبعينات كانت بدايه نهضه المملكه، وابتدى يشتري اراضي، وابتدى يبقى مساهم في بعض الشركات. هتقول لي يا باشا ما الدنيا كانت سالكه عشان هو اسره ملكيه يا باشا، ده احنا على الله وعلى الله حكايتنا. لا، انت القصه كده مش واخدها كده، لا خدها من الجانب الكويس. انت يا باشا مش من الاسره الملكيه، وانت معكش راس مال اللي هو بدأ بيه، صح؟ بس تقدر تعمل نفس الفكره. ت- تعمل ايه؟ حط جزء من فلوسك في ذهب، حط جزء من فلوسك في عقار. هتقولي يا باشا انت دلوقتي كنت بتتكلم في 5 6000، دلوقتي في 200,000. ما هو انا لازم اقول لك برضو في حاله ان انت معاك الفلوس دي. معكش الفلوس دي يا باشا، ارجع للسنه اللي احنا ايه اتكلمنا فيه. بس خلينا في السيناريو اللي انت معاك 200 300,000. ده مش راس مال كبير خالص في ظل ارتفاع الاسعار، وظل الدنيا سودة، وظل الدنيا تمام، والمدام بتقول لك معناش فلوس، والعيال عايزه فلوس للدروس والمدارس وكل الهلم ده. بس انت تقدر تاخد راس المال ده وتشتغل عليه على اساس ان كمان من 3 سنين ل5 سنين يبقوا مليون جنيه. صدقني، اسمع مني، انا شفت كتير والله. انت يا باشا، انت فاكر القصه سهله جدا؟ لا يا باشا، احنا قلنا ايه، راس المال بتاعك يا باشا كام؟ 200 300 الف. ده كتير؟ لا. في ظل معدل التضخم ده مبلغ زغنطوط. لكن مش 5 6000 ولا 10000، ده كام؟ 200 300 الف. هتقول لي يا عم هيثم، ما كل كلامك على الحوار ده، ما احنا برضه عشان نحط كل الاحتمالات. المبلغ ده يا باشا تجزاه جزئين: جزء تشتري بيه ذهب، وجزء تدفعه مقدم للشقه. يا عم هيثم، الذهب ده هجيبه ازاي وفين وبتاع؟ لا يا باشا، قصه الذهب دي قصه تانية خالص، هنتكلم فيها في حلقه بالتفصيل الممل. بس احنا النهارده هنتكلم انك معاك المبلغ ده وخايف في المستقبل يبقوا ولا حاجه. صح؟ صح. طيب والشقة؟ الشقة يا باشا هتدفعها مقدم. ده على أساس إيه؟ إنك شغال مرتبك ثابت. أمانك الوظيفي إيه؟ 100 100. الدنيا حلوة، الدنيا حلوة وبتترقى كمان يعني. اوعى تقول لي إنك القصة دي ومش شغال، أو
في خطورة عليك شوية. اوعى تبقى القصة دي معاك وانت في فترة ان المدير بتاعك حاطك في دماغه او زمايلك مزنبقينك والدنيا بايظة. اوعى هتروح في 60 ده. اوعى، انا بقول لك اهو بحذرك. تعمل ايه؟ تحط المبلغ ده وتشوف نفسك الدنيا حلوة ومرتب امورك وناجح في شغلك، حط المبلغ ده يا باشا في اللي قلت لك عليه. طيب في حالة بقى التانية الدنيا مش تمام وحاسس بالدنيا لبش وبتاع، اوعى تصرف الفلوس دي. اوعى، بقول لك اهو اوعى. طب احطوه في البنك واخد فايدة؟ اوعى برضه. طب اعمل ايه يا عم هيثم؟ انت في حالة قلق دور على شغلانة تانية. طب في حالة ان انت مستقر يبقى ننفذ اللي احنا بنقول عليه. نصيحة اخيرة واخوية، الدنيا حلوة وشغال والدنيا جميلة ولذيذة، ابتدي اعمل اللي بقولك عليه ده. اشتري لك شوية ذهب، ادفع مقدمة للشقة وخلص. مفيش وقت يا بيه، بيتك هيخرب. مع السلامة. ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم في تفاصيل اكتر، وحاجة مفاجأة ليك في الحاجة اللي انا اجلتها وقلت لكم عليها، موضوع انك تصدر منتجاتك. مع السلامة.